السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مطبخ أم ياسين مع فيديو جديد ووصفة جديدة. نتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. في الوصفة ديال اليوم غادي نشوفوا طريقة تحضير حريشات صغار في المقلاة بدون حليب، غير بالماء وبدون كثرة المكونات. كيجيو رائعين محمرين ولذاذين وكيجيو رطبين احسن من الحرشه ديال برا. يعني كتقدروا تحضروا واحد الكميات اللي هي كبيره كيف ما كنعمل انايا وتحتفظوا بهم في المجمد فوقاش ما سحقيتهم في الفطور او في الكوتي، كتجبدوهم كتسخنوهم بحال اللي طيبين عاد. كندوزو المقادير والطريقه ديال التحضير على بركه الله. في واحد الزلافه صغيره كنحطوا واحد الكميه ديال 100 مليلتر ديال الماء اللي طبعا هو دافي، ما كنسخنوش بزاف، غير كندفيوه وكنضيفوا ليه ملعقه صغيره ديال الخماره. هذه راهي معلقه اللي هي صغيره بزاف على المعلقه ديال القهوه. هذوك المعالق باش كنحركوا لي طاس ديال القهوه كيف ما هو موضح في الفيديو. ما كنكثروش بزاف ديال الخماره حيت الغرض ديالنا ماشي باش يضاعف الحجم ديال العجينه او تختمر لينا العجينه، وانما باش كتعطينا واحد القوام اللي هي الحرشه ديالنا كتجي رطبه وفتيه. هذا هو الدور ديال الخماره اللي كنضيفوها للحرشه. كنغطي على هاد الخماره وكنضعها جانبا حتى كتفاعل وكتذوب لينا. كنجيب واحد الاناء اللي غادي نخدم فيه الحرشه ديالي، كنحط فيه 3 ديال الكيسان ديال العنبه وسعه ديال الكاس هو 120 مليلتر ديال دقيق الفينو اللي كتقدروا تعوضوه بالسميد رقيقه جدا. كنضيفوا ليها كذلك 3 ديال الكيسان ديال السميد المتوسطه، يعني بالفينو او السميد رقيق راه كتجي النتيجه رائعه. كنزيد 2 ديال المعالق الصغار ديال الملح، نفس المعلقه اللي عبرنا بها الخماره، والملح كتقدروا تنقصوا ولا تزيدوا. كيف ما كنضيفوا معلقه كبيره ديال العسل اللي كتقدروا تعوضوها بالسكر، ولكن من الاحسن الا كان عندكم العسل راه كيعطينا واحد اللون اللي هو ذهبي جميل للحريشات ديالنا. هنايا كنزيد الكاس ديال العنبه او ما يعادل 120 مليلتر خليط بين الزبده اللي كنا ذوبناها والزيت، وكنبداو كنبسو، يعني كندخلوا داك ليدام في ديك السميده، كنبسوها مزيان مزيان بالاصابع ديالنا حتى ما كيبقاش كيبان لينا هذاك ليدام. وهنايا راني كنت زدت يعني واحد الساشيه ديال 7 غرام ديال الخماره ديال الحلوه، ما تصورش معايا داك المقطع. كنخلطها كذلك، ما كنضيفوهاش مع ليدام باش ما كتبقاش مكوره لينا، وكيكون هذا هو الخليط ديالنا. كنجيو كنهزو كنحتفظوا بواحد الكميه ديال السميد باش كنقرصوا فيه الحريشات ديالنا من بعد. كنجي كندير واحد الحفره في الوسط وكندخل كنضيف ديك الخماره اللي كنت حطيتها كتفاعل، كنضيفها بالكامل. كنجمع في الاول، ما كنزيدوش الماء يعني حتى باش كنتحكموا في القوام ديال العجينه ديالنا. وهنا عندي واحد الكميه ديال الماء الدافئ، كنبقى كنزيد شويه بشويه وانايا كنخلط غير بالاصابع ديالي. كنجمعوا غير بالاصابع، ما كنعجنوهاش نهائيا، وحنا كنضيفوه في الماء حتى كنتحصلوا على هذاك القوام اللي بغيناه. وكيكون هذا هو القوام ديال العجينه ديالنا. كتجي واحد العجينه اللي كتكون مطلوقه بزاف، ما كنجريوهاش بزاف وما كنقصحوهاش بزاف. كنغطيها بواحد البلاستيك الغذائي ثم بواحد المنديل، وكنخليها كترتاح واحد المده ديال 5 ديال الدقائق لا اكثر. كنجيب الطاجين او المقلاة اللي غادي نطيب فيه الحريشات ديالي، كنشعلو، كندير واحد العافيه اللي هي خفيفه باش كتسخن لينا المقلاة ديالنا. في هذه الاثناء كنرجع العجينه ديالي بعد ما كدوز واحد المده ديال 5 ديال الدقائق. وانايا دائما كنفضل كنعبر العجينه ديالي باش كتجيني بواحد الشكل اللي هو متساوي وكيجيو زوينين في المنظر ديالهم. كنجيب واحد الميزان وكنبقى كنعبر، كندير فيهم 140 غرام او 130 غرام على حسب الغطايه باش اللي غادي تستعملوها باش كتشكلوا الحريشات ديالكم. وكنبقى كنوزن في العجينه ديالي وكنحطها جانبا في واحد الاناء او واحد الطبسيل. كنستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل العجينه ديالي بالكامل.
هنا بعد ما كيسخن الطاجين ديالنا او المقله ديالنا، كندير واحد الكميه ديال الزيت وكنمسحوها بهذا الشكل كيف ما كتشاهدوا، باش كيعطينا يعني واحد اللون اللي هو جميل للحريشات ديالنا، كيتحمروا وكيعطينا واحد اللون ذهبي. انا كنرجع للكويرات ديال العجينه ديالي وكنجيب داك السميد اللي كنا احتفظنا به، كنجيب واحد الغطايه ديال النوتيلا او الكاكاو. انا كنستعمل هذه ديال الكاكاو، يعني كيجيونا الحجم ديال الحريشات ديالنا جميل بزاف. وكنبقى كندوز هذوك الكويرات في السميد، كنفندهم السميد بهذه الطريقه، كتفندوهم بالكامل، كتحاولوا تكثروا واحد شي شويه باش ما كتلتصقش لكم العجينه في هذه الغلاقه. كنحاولوا كنكوروها باليدين ديالنا باش ما كتجيناش الحريشات ديالنا مشقين، يعني واحد الطريقه اللي هي سهله ومقادير في متناول الجميع، والحريشات ديالنا كيجيو رائعين، كيجيو احسن من الحريشات ديال الزنقه. كنستعنوا بواحد الملعقه باش ما كيبقاوش لينا لي تخاص ولا يعني الاصابع ديالنا مرسومين في ديك العجينه. وحنايا كنضغطوا بهذا الشكل حتى كنسرحوا العجينه ديالنا مزيان. كنزيدوا واحد شويه ديال السميد من فوق، وكنبقاو يعني كنحركوا الجوانب ديال هذيك الغطايه باش كتنزل لينا الحرشه ديالنا بسهوله عفوا. وكنحطوها يعني بحال اللي كنخبطوها على ديك المقلاه باش كتنزل لينا بكل سهوله. كنستمروا بهذه الطريقه. بمجرد ما كتبدا الحرشه ديالنا كتنتفخ لينا، كنستعنوا بواحد السباتشيل ولا واحد الاداه بحال هذه، كنبقاو كنضغطوا عليها باش منين كنجيو يعني كنقلبوها على الجهه الاخرى كتحمر لينا بالتساوي، ما كتحمرش لينا غير من الوسط وكتبقى لينا بيضاء على الجوانب. كنستمروا بنفس الطريقه. واحد الطريقه اللي هي عمليه جدا، كتقدروا تستعملوا اي مول عندكم دائري، وما كنساوش هذوك اللي كنكونوا حطيناهم في الاول. بمجرد ما كيتحمروا لينا من التحت كنجيو كنقلبوهم على الجهه الاخرى كيف ما كتشاهدوا، يعني كيجي واحد اللون اللي هو ذهبي رائع. هذا هو الدور ديال العسل في هذه الحرشه وديك الزيت باش كندهنوا المقلاه ديالنا. كنستمروا بهذه الطريقه حتى كنكملوا الحريشات ديالنا بالكامل. كيتحمروا من الجهه التحتانيه كنعاودوا كنقلبوهم على الجهه الاخرى باش كيتحمروا وكيكونوا هادو هما الحريشات ديالنا. كنحيدوهم كنزلوهم في واحد الطبسيل، كنحاولوا كنتعاملوا معهم غير بلاتي حيت راه كيجيو هشاشين بزاف وكيتفرتوا لينا بسرعه. كنخليوهم حتى كيبردوا واحد شي شويه وكنقدموهم في واحد الطبسيل بهذا الشكل هذا. كيجيو واحد الحريشات اللي هما رائعين. جربوهم وردوا عليا في التعليق ديالكم، راه اكيد غادي يعجبوكم وغادي توليو دائما كتخدموهم في المنازل ديالكم. كيف ما قلت واشرت في الفيديو ديالي، راه كيجيو حسن من دوك الحريشات ديال الزنقه، كيجيو رطبين بزاف هشاشين بنانين وما تشبعوش منهم. انا كنحضر كميات كبيره كنحطهم في المجمد، كل ما كنسحقهم كنجبدهم كنسخنهم وكيوليو بحال اللي عاد طابو. انا غادي نقسم معكم وحده باش كتشوفوا القوام ديالها كيف كتجي من الداخل. وكيف ما كتشاهدوا يعني راه السكين كيتمشى فيها بسرعه، يعني كتقطع لينا بكل سهوله. على هذا دليل على ان الحرشه ديالنا كتجي رطبه وفتيه وكتجي من ألذ ما يكون. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم. ما تنسونيش بالتعليق ديالكم الجميله وباللايكات وبالاشتراك في القناه الا كنتم مازال ما اشتركتوا، فضلا وليس امرا، ومشاركه الفيديو مع الاحباب والاصدقاء باش كتعم الفائده. كنقول لكم مع السلامه والى فيديو مقبل ان شاء الله.